السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. وصفتي لنهار اليوم راح تكون كيك يومي. راح نمر مباشرة إلى المقادير. عندي كاس حليب، كاس سكر، وكاس زيت، 2 ملاعق كبار من الفلان. تنجموا تعوضوه بالياغورت إلا ما استعملتوش حليب مع الفلان. عندي 2 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، وقشور البرتقال مع 2 خمارة كيميائية. راح نمر مباشرة إلى التحضير. راح نوضعوا أولا البيض كما قلت لكم يكون بدرجة حرارة المطبخ. رايحين نضيفوا كل المكونات على ضربة واحدة ونخلطوا فقط بالفوي. ورايحه نضيف انا واحد السر اللي نستعمله في هذا الكيك اللي ما راحش يبدل لي الذوق ولكن يخلي لاباط تكون هشيشه. السر هو في ملعقه واحده من السميد الرطب، ونضيفوا عليه انا راح نستعمل 10 ملاعق كبار من الفرينه. ما ننسوا كيسين من الخميرة الكيميائية. نخلطوا كل المكونات مليح. لازم الخليط يكون ثقيل، لازم كي تحطوه في المول تنجموا ترسموا به، يعني يكون ثقيل ماشي كاع سايح. ونزيدوا ملعقة واحدة، ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، هذه تساعدكم في عملية الاختمار. لازم تتبعوا كل النصائح وتتبعوني خطوه بخطوه لنجاح هذا الكيك. راح نستعمل هذا المول. تنجموا ديروا هذاك اللي يجي دائري مثقوب في الوسط كما راكم تشوفوا. لا تكستور تاعه راهي ثقيله. راح نشعل النار، شعلت الفرن راه على 180 درجه، نشعل فقط من التحت. راني وضعته وطابلي في 25 دقيقه. لازم تتاكدوا بلي راه طايب في الوسط باستعمال خدمي وعود شواء. هنا كما راكم تشوفوا تحمر مليح من التحت ولكن ما نحرقش. رايحه نوضعه ونزينه بالعسل. هذا عسل منزلي، كنت استعملت كاس الا ربع من الماء ونصف كاس من السكر. دهنته ورشيته بشويه كاكاو محمص ومرحي. التزيين يبقى اختياري. النتيجة كانت روعة، ريحته تشهي. قشور البرتقال اللي استعملتهم من الداخل مع هذاك الفلون عطى رائحة شابة. وملعقة سميد اللي استعملناها راكم تشوفوا الداخل جا هشيش وخفيف، ما جاش ثقيل فقط بالفرينة. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة لانها وصفة مجربة، وصفة ناجحة ما شاء الله. ريحتها والله تشهي. نتمنى أنكم تجربوها وتشاركوني بالتعليقات، وإلى اللقاء إن شاء الله. شهيتكم في الجنة.